السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وسعادة بإذن الله. فيديو النهاردة عن منتجات اللي هي المصرية من الصن بلوك اللي انا جربتها، ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش. قبل ما ابدا الفيديو، اللي لسه ما اشتركش في القناه يدوس على زر الاشتراك اللي تحت او يعمل سبسكرايب ويفعل الجرس اللي جنبه عشان كل فيديو انزله يجيلكم على طول. اول حاجه انا اتكلمت عنه قبل كده اللي هو السكين سايد. سكين سايد تحفه تحفه تحفه، عايزه اقول لكم رهيب. زيه ومنتج زيه بالظبط اللي هو الكاروسكاي، دي عينه مجانيه بس انا عندي منه واحده. يعني الكاروسكاي ده حاساه هو السكين سايد ده ب150 وده مش عارفه بكام، جبته ب100 وحاجه برضو، بس ده ب150 وكمان في عرض اللي هي واحده وعليها واحده، هتلاقوها في الصيدليات، يعني في الحاجات دي. فعايزه اقول لكم ده لجميع انواع البشره، وما بيعملش ما بيعملش اللي هو ما بيعرقش، وما بيعملش اللي هي طبقه بيضه، ما بيعملش الحاجات دي. الصراحه بينشف بسرعه قوي، ما بيلزقش، ما بيعرقش الحاجات دي. هو نفس السكين سايد، الحاجات اللي بيعملها هي. فعايزه اقول لكم حلوين قوي هما الاثنين دول، فجربوهم مش هتندموا ان انتوا جربتوهم. تاني حاجه اللي انا اتكلمت عنها اللي هو انفينيتي. انفينيتي يا جماعه عايزه اقول لكم رهيب 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 رهيب. عايزه اقول لكم احسن منتج مصري هو والسكين سايد اللي انا جربتهم في الحاجات المصريه. الجل واللوشن تحفه الاثنين. فنصيحه مني جربوا اي حاجه فيهم. الجل حطوه طبعا لبشرتكم. اللوشن برضو ينفع للبشره برضو، بس انا بحب استخدمه اللي هو للجسم برضو، بحب ان انا احطه للجسم في مصيف او كده. فالصراحه الاتنين تحفه تحفه تحفه. بس طبعا عايزه اقول لكم قبل ما اكمل الفيديو، اي صن بلوك مصري لازم يتجدد كل ساعه. اي صن بلوك مصري حتى لو كان كام SPF بتاعته، بس لازم يتجدد كل ساعه. ده المنتج المصري غير المنتج المستورد او اللي هو التاني، فاهمين؟ ف المنتج المصري يتجدد كل ساعه، ايا كان من اللي انا هتكلم عنه ده يتجدد كل ساعه. فالاتنين دول الصراحه عجبوني زي ما عجبوني اللي هم سكين سايت والكاروسكاي. بعدين اللي هو حاجه اسمها برو ايفيو. برو ايفيو ده في منه اللي هو التنتد وفي منه اللي هو العادي. ده التنتد ما عجبنيش الصراحه، حسيت ان انا حاطه حاجه كده مش لطيفه. وكمان اللي هو البتاع بتاعه ده برضو ما عجبنيش، حسيت في حاجه كده غريبه قوي على بشرتي وتقيله، ما حبيتوش الصراحه. اللي هو اسمه برو ايرن، لا برو ايرن، اسمه برو ايرن. فمش عارفه يعني ممكن عشان هو مكتوب هنا دراي تاتش جيل فورميولا فور اويلي سكين، مش عارفه يعني. بس هو انا كنفسي ما حبيتش خالص الفورميولا بتاعته هي ولا التنتد. فالصراحه ما كملتهمش لان ما عجبونيش اصلا الفورميولا بتاعته. كمان هتكلم على اللي هو بوبي. في منه الجل وفي منه اللوشن. اللوشن ده بستخدمه لجسمي، بستخدمه لرجلي، وبستخدمه لايدي في المصيف برضو لو احنا كنا عدد كبير باخد الحجم الكبير. اما البوبي الجل حلو قوي قوي، بس الاحسن منه اللي هو انفينيتي جل، احسن من بوبي جل. طبعا انفينيتي يعتبر غالي عن البوبي، وبرده بوبي مش رخيص، بوبي بحوالي ب200 وحاجه دلوقتي، 220 230، فبرده مش رخيص. بس الاتنين حلوين، ده حلو قوي للجسم وده كمان حلو للبشره. فعايزين جربوا يعني، فاهمين؟ ده كمان من انفينيتي التنتد بتاع انفينيتي احسن بكتير من برو ايرن اللي انا جربته. اللي هو ده احسن بكتير منه. هو بيديك السكه غمقان، بس الصراحه هو عجبني يعني، ما نقولش لا يعني، فاهمين؟ فهو الصراحه حلو. الناس اللي حاطه، اللي عايزه تحط حاجات على بشرتها تستخدمه. كمان هو محتاج يتحط فوقيه باودر عشان خاطر يثبت اللي هو اللون بتاعه. بس ان بابليك انا عامه كنرمين بحب اللي هو من غير تندد. مش عارفه ليه، بس انا نفسي ما بحبش اللي هو التنتد في الصن بلوك، بحب اللي هو العادي اكتر من التنتد.
فمش عارفه هل ده عيب فيا ولا ميزه فيا ولا ايه، مش عارفه الصراحه. ده من لوكسري بيوتي او لوكسري بيوتي. حلو قوي جدا، وكمان ينفع للبشره الحساسه. ممتاز يا جماعه، رهيب. بس سعره للاسف غالي، فبلاش تجيبولي لان سعره غالي، يعني غالي وهو ما يستاهلش ده كله. ف يعني بلاش، فاهمين؟ في حاجات مصريه ارخص بكتير عنه. بصوا هو تقيل شويه، مش جل، هو كريم يا جماعه، خلي بالكم كريم. يعني الناس اللي بشرتها دهنيه ما تستخدمهوش فتره الصيف، استخدموه فتره الشتاء. لكن الناس اللي بشرتها البشرات التانية تستخدمه عادي. هو ليه مكتوب عليه سنسيتيف؟ عشان خاطر هو من غير ريحه. كل الصن بلوكات اللي قدامكم دي اصلا من غير ريحه، فينفع عادي للبشرات الحساسه. كمان في حاجه اسمها ريموت صن بلوك. ده الشكل القديم بتاعه، في شكل جديد دلوقتي نزل جديد ب100 وحاجه. كنت جايباه وقتها كان ب110 120، بس هو زاد للاسف، معرفش زاد ليه، ما يستاهلش السعر بتاعه اصلا. الحمايه بتاعته مش قد كده، والبتاع نفسه مش قد كده برضو. فالصراحه ما عجبنيش قوي، فحسيت ان هو رديء يعني، مش حلو يعني، مش الحاجه اللي انا اجري عليها اجيبها. كمان اللي هو اخر حاجه اللي هو البوبي اللوشن والجل. اسمه بوبي، بوبانا ولا بوبي؟ بوبانا. وانا بقول بوبانا الجل وبوبانا اللوشن. دول الصراحه ما ينفعوش للبشره. عايزه تستخدميهم استخدميهم لرجلك وايدك، لكن كحمايه للبشره لا، ما انصحكيش بيهم. مش قد كده، وفي نفس الوقت حاساه مش يدي بيرفكت، او مش بيدي 100% الحمايه اللي انت محتاجاها. احنا اوريدي بنعمل كل ساعه بنجدد البتاع بتاعنا، السان بلوك بتاعنا، بس برضو ما يستاهلش ان احنا نحط منه، او ما يستاهلش ان انا اجري عليه. فالصراحه ما عجبنيش خالص للاسف. بستخدمه لرجلي وبشرتي في المصايف لو كنا كتير. فبس كده، ده كان فيديو النهارده عن الصن بلوكات المصريه اللي انا جربتها. في حاجات مستورده انا برضو جربتها، بس قلت ان انا اخلي النهارده الفيديو للحاجات المصريه عشان خاطر الواحد ما يتلخبطش. ده كان فيديو النهارده. قبل ما اختم، في حاجات اسعارهم غاليه وفي حاجات اسعارهم مش غاليه. يعني اللوكسري ده او اللوكسوري ده غالي، والانفينيتي برضو غالي، لكن البرو ايرن الريموت كان غالي، كان رخيص، مش عارفه غالي ليه يعني، ما يستاهلش والله الضجه دي كلها. البوبي برضو بقى غالي. فالحاجات دلوقتي كل ده مش بيبقى اقل ان شاء الله من 300 او 250. ف يعني في حاجات تستاهل، في حاجه ما تستاهلش. ده كان فيديو النهارده بس. الجزاء استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.